من لم يزرع في رجب ويسقي في شعبان لن يحصد في رمضان. فرمضان هو شهر حصاد، والحصاد لا بد له من مقدمات. فمن لم يزرع ويراعي زرعه ويفعل الأمور التي تخرج الزرع الذي يزرعه زرعا جيدا، ثم يأتي في شعبان ويتزود في ذلك ويسقي سقيا جيدا، فمن المؤكد أن الذي يفعل ذلك بجد سيحصد، ومن لم يفعل ذلك بجد لن يحصد. وكما قالوا: من جد وجد، ومن زرع حصد، وكل شيء له مقدمات. والشيء الذي تصنع له مقدمات جيدة تجد له عواقب جميلة، والشيء الذي لم يعد له استعدادا أمثل لم تكن له عواقب جميلة يحمد عليها. واحد الديان. فمن أراد القرب من الله فعليه بأمرين: أن يكثر من الطاعات، وأن يبتعد عن المحرمات. فمن زاد في المحرمات يصل به الأمر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يصبح القلب عليه سواد، قلب أغلف لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. وأما القلب الذي يتزود بالطاعات تجده إذا جاءت أمامه حرمة من المحرمات تجد قلبه يأمره وينهاه، شيء من داخله يقول له لا. أما الشخص اللي غرق في المحرمات تبص تلاقيه كده لا يبالي بما يفعل. أول ما تتذكره وإحنا بنكلمك دلوقتي ونحن في رجب، افتكر إن لحقة الأيام مرت، والراجل اللي واقف قدامك ده كان لسه تحس إن الأيام لفت بسرعة قوي، وجه بيكلم في نفس الموضوع: استقبال شهر رمضان. فنأخذ من ذلك ماذا؟ محاسبة النفس في الدنيا قبل أن تحاسب في الآخرة، والعلم بأن الأعمار قصيرة وبسرعة ستنتهي. من منا سيخلد في هذه الدنيا، فالدنيا إن كانت ستدوم لأحد لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها سنة الله في كونه: إنك ميت وإنهم ميتون.